السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده نعمل مع بعض حاجتين حلوين قوي قوي مع كوبايه شاي او كوبايه حاجه ساقعه او حتى كوبايه لبن. هتبقى نتيجه تحفه لفطار او عشاء او حتى ضيافه لو جالك حد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل كوكيز الشوكولاته، وهنعمل كمان البسكوت اللي في ايديا ده دلوقتي، بسكوت بالجبنه، بسكوت مالح هش كده وجميل وطري من جوه ومقرمش من بره، وريحته كانت تحفة. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ووزنت كده قدامكم 500 جرام من الدقيق، يعني نص كيلو من الدقيق. بس للأسف انا كنت بصور بالكاميرا الامامية، فالارقام جايه لكم بالمقلوب. عوق عليا يعني. فنخلت النص كيلو من الدقيق، وبعدين شلت منه 3 معالق. حطيت بدل ال3 معالق دقيق اللي انا شلتهم 3 معالق من الكاكاو الخام الاسباني. عايزه اقول لكم ان هو ريحته ولونه كانوا تحفه. حطيت عليهم معلقه واحده صغيره مليانه من البيكنج باودر، رشه ملح، وقلبت كل ده كده بالمضرب. وحطيت كمان معاهم 100 جرام من الفول السوداني المجروش، يعني حطيته في المطحنه كده، اديته نص جرشه. وكمان 100 جرام من الشوكليت شيبس او الشوكولاته المبشوره، لو عندك شوكولاته خام ابشريها وحطيها معاهم. كده قلبت كل الحاجات الجافه مع بعضها. ودلوقتي وزنت ربع كيلو من السكر. والمفروض في الكوكيز بنستخدم سكر بني، بس طبعا يعني ايه، الحاجات دي تخشش بيتنا، استغفر الله العظيم يا رب. فاحنا هنحول السكر الابيض بتاعنا العادي لسكر بني بمعلقتين من العسل الاسمر قلبتهم عليه. ودلوقتي انا بوزن ربع كيلو من الزبدة، يعني السكر والزبدة قد بعض، ربع سكر ربع زبدة على نص كيلو من الدقيق. معلقة واحدة من البيكنج باودر، رشة من الملح، و100 جرام سوداني، و100 جرام من الشوكولاتة المبشورة او الشوكليت شيبس. ممكن تستبدلي السوداني بأي نوع مكسرات. معايا عدد 2 بيضة وعليهم ورقتين فانيليا، انا حطيت 3 ورقات فانيليا، حسيت ان ريحتها ضعيفة شوية. في نقطة هنا بقى حابة ان انا ايه اوضحها لكم. انا خلطت الزبدة مع السكر اللي انا قلبت عليه معلقتين العسل الاسمر، ودلوقتي ضفت عليهم ال2 بيضة بالفانيليا بتاعتهم. ايه هي بقى النقطة اللي انا احب ان انتوا ما تعملوهاش زيي، اني ما تسيبوش السكر من غير ما تطحنوه، لانه هو تعبني جدا بما ان مضرب الكهرباء بتاعي مش شغال. فالسكر تعبني قوي عشان يدوب شوية. لكن انت لو بتستخدمي مضرب كهرباء تمام، اشتغلي بيه حبيبات زي ما هو. لكن لو هتعملي زي كده كله يدوي، ف يعني اطحني السكر نعمي. نزلت بقى ايه الزبدة اللي ضربتها مع السكر، وعليهم ال2 بيضة وال2 فانيليا او 3 ورقات زي ما انا حطيت. بعد ما ضربتهم حطيتهم على الخليط بقى، والمكونات اللي عندي دقيق بكاكاو، بيكنج باودر، شوكولاتة سوداني، كل ده مع بعضه. ما بنعجنش نهائي، مجرد بتلمي كده بايدك، بتجيبي من تحت لفوق كده الدقيق كله يختلط في السوائل وخلاص. بنبدأ نشكل. انا جبت معلقة الايس كريم، بس لما شكلت بيها عشان يبقى كله قد بعضه لقيت ان حجم وحدة الكوكيز كبيرة، فقلت لا انا هعمل بقى بايدي. وهحط شوية على الوش فيهم شوكولاتة شيبس، والباقي لا، يعني انا شلت شوية صغيرين قوي قوي من كمية الشوكولاتة اللي كانت معايا. بس هي جواها، هي طعمها غني جدا، جواها شوكولاتة كتير والكاكاو طعمه تحفة، فمش محتاجة اكتر من كده. سهل وسريع ونتيجته خطيرة، كبير وصغير هيحبه، اي حد هيدوقه هيعجبه ان شاء الله بإذن الله. حطيته فين؟ حطيته في التلاجة. دلوقتي هنخش على الوصفة التانية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبرده معايا نص كيلو من الدقيق، بس انا عايرته بالكوباية، عملت 4 مجات من المج اللي قدامنا. هنبدأ دلوقتي في وصفة البسكوت المالح. حطيت بقى ايه، معلقة صغيرة من الملح، معلقتين، واحدة توم باودر واحدة بصل باودر، معلقة صغيرة بابريكا، وكمان 2 معلقة من البيكنج باودر، كل ده بالمعالق الصغيرة. وحطيت معلقتين من اللبن البودر. كل ده قلبته مع بعضه بعد ما نخلت الدقيق كويس.
واضفت عليه ايه من 4 ل5 معالق من الزبدة. وهنمسك الزبدة كده نفرك الدقيق مع الزبدة كأني ببس ايه دقيق بسبوسة مثلا، بس هو دقيق عادي. لازم الزبدة والدقيق يختلطوا كويس، يبقى عامل زي الرملة كده. دلوقتي انا ضفت ايه 2 بيضة، وعندي كوبايتين من الجبنة. الكوبايتين دول بقى تحطيهم اي نوع انت عايزاه، اي نوع تحبيه. انا حطيت واحدة قريش واحدة جبنة رومي. خلطت كل الجبن دي مع بعض، ودلوقتي بعجن بكوباية مية واحدة بس. انا كان عندي ايه يعني حوالي ربع كده حليب، فضفته مع المية بس. هو المقدار ده اخد مني انا كوبايه. طبعا كل دقيق بيختلف، فانت تحطي حبه بحبه. وبرده النوع ده كمان من البسكوت ما بنعجنش فيه، يا دوب بنلم المكونات بس. طب حبايب قلبي، هل الوصفه دي اقتصاديه ولا لا؟ هي اقتصاديه جدا على فكره، بالرغم من كل المكونات اللي حطيناها. بس لو حسبتوها، انا وزنت البسكوت ووزنت الكوكيز بعد ما طلع. انا عملت ده بنص كيلو من الدقيق، وده كمان بنص كيلو من الدقيق، طلع لي كيلو بسكوت مالح وكيلو من الكوكيز. احسبيها انت بقى وشوفي بتشتريه من بره بكام، لان الكوكيز بره غالي جدا، وكمان احتمال لما تجيبيه ما يكونش بنفس الطعم والحلاوه اللي انت عاملاها دي، لانه بره ممكن يكون معمول بزيت. يعني مش كل الافران بتشتغل بزبده. الكوكيز بتاعي انا قلت لكم ان حطيته في التلاجة على بال ما اخلص ايه تشكيل في البسكوت المالح، وبعدين هشغل الفرن وهبدا اسوي الاتنين مع بعض. اخدت بقى جزء من العجينه بتاعه البسكوت، عملتها كوره كده وفردتها ما بين ورقتين من ورق الزبده، بحيث ان هي ايه ما تلزقش معايا في الترابيزه، وانا مش عايزه اضيف لها اي دقيق ولا زيت ولا اي حاجه. وهاتي بقى القطاعات اللي تحبيها، لو متوفرة عندك. مش متوفرة القطاعات، قطعي يا ستي بفنجان، قطعي مثلا بالسكينة، اعملي مثلثات، اعملي مستطيلات. ده في حالة انه ما فيش اي قطاعة عندك ليها ايه الاشكال اللي انا زي اللي انا بشتغل بيها دلوقتي. بتقطعيها بسمك مثلا نص سنتي كده. الحاجة بقى برضو النصيحة اللي انا ما عملتهاش بس احبكم انتوا تعملوها، انه ادهنوا الصواني او الصاجات علشان ما تلزقش منكم. لان انا يعني ايه في حاجات طلعت بسهولة، وفي حاجات دوختني شوية على بال ما طلعت، لانها كانت ايه مع خليط الدهن ده. انا بدهن دلوقتي بلبن بس، لبن وعليه رشة سكر صغيرة خالص بس يديني لون ذهبي للوش بتاع البسكوت. دلوقتي انا عملت ايه، طلعت الكوكيز من التلاجة وكنت سخنت الفرن بقى، وهبدأ ان انا هسوي دلوقتي، لان دي اخر قطعة عجين انا بشكلها. دهنت الوش باللبن، وفي حاجات انا رشيت عليها سمسم بس، وفي حاجات رشيت عليها حبة البركة. والبسكوت الصغنن اللي على شكل قلب حطيت عليه شوية من الجبنة الرومي المبشورة. اخر قطعة عجين بقى قدامي، فردتها برضو بنفس الطريقة ما بين ورقتين الزبدة، وقطعتها صوابع كده. يعني شوفي دي طريقة تشكيل برضو من غير قطع ولا حاجة، قطعتها شرايط كده، ومسكت كل واحدة وبقيت الفها ايه ايدي اليمين وايدي الشمال عكس بعض، بحيث انها تديني ايه البرمة دي يبقى مبروم كده. ده بقى هيطلع مقرمش زيه زي القراقيش او البقسماط. وبرضو هدهنه، وبرضو هرش على وشه شوية سمسم. ممكن تسيبيه ساده براحتك، مفيش مشكله. تشكيل بصي ليكي مطلق الحريه، اشكلي وزيني زي ما انت عايزه. ممكن ترشي رشه زعتر، ممكن ترشي رشه مثلا شمر وينسون بس مطحونين، براحتك خالص. الموضوع سلس جدا. ده اللي انا حطيت عليه شويه الجبنه الرومي المبشوره. الريحه بقى ساعه الخبز مش قادره اقول لكم على الجمال، حقيقي بتملى البيت ريحه تحفه. هنا بقى كان كل التشكيله استوت، كنت فرحانه بيها جدا جدا. عايزه اقول لكم الصينيه اللي فيها فراغات كتير دي احنا كلناه بالف هنا طبعا. كان حلو وحلاوه ما تتخيلوهاش بجد. هتفرحوا جدا لما تعملوه في البيت، هيوفر معاكم كتير قوي قوي. ممكن تستغنوا عن الفينو مع كوبايه الشاي، هتاكلوا الحاجات دي هتبقى مشبعه وموفره وبتفتح النفس وشكلها حلو قوي قوي، وهتفرحوا بيها لانه انتوا اللي عاملينها بايديكم. زي ما قلت لكم الكميه دي طلعت معايا كيلو من الكوكيز وكيلو من البسكوت، وبألف هنا. بالنسبه لمده التسويه للكوكيز من 10 ل 12 دقيقه، ما تطوليش اكتر من كده. اما البسكوت ربع ساعه.